الفيلم ديالنا غيبدا في واحد المصنع ديال الطاقه النوويه، وكان واحد الراجل مربي جرو صغير تما. شويه وقعت كارثه نوويه تما كاينات، وبداو الناس اللي خدامين كيخرجوا من الداخل، وجات فرقه متخصصه في هذا النوع ديال المشاكل باش يشوفوا منين جا المشكل. الجرو شافهم لابسين داك اللباس الغليظ هو يتخلع، مشى تخبى ومولاه بدا تيقلب عليه ولكن ما لقاهش. وجات الفرقه وخرجات مولاه من المصنع وهما يسدوا الباب عليه. الكلب الصغير بقى بوحدو داخل مع الاشعه. مر عام من هذا الشيء، وهاد الدري سميتو جورج كان راكب مع الاصدقاء ديالو في الطوموبيل، تبعاتهم كلبتو وركبها معاه. بعد شويه بوه سول عليه وقالت ليه ماما خليه يدير علاقه جديده وما تبقاش مبرص حيت ما عندوش صحاب في هاد البلاصه هادي، ويلاه يتاقلم معاهم ويولي مزيان. وهذا الشيء قالته حيت هما يلاه انتقلوا لدارهم جديده. جورج وصل للمصنع ديال الطاقه النوويه مع صحابه، وكان معاه صاحبه ضوان اللي كان شايل معاه البندقيه. شافوا الكل قدامهم وبغى ضوان يتيري فيه حيت كانت عنده نكحله، ولكن جورج منعوه وبداو كيضحكوا عليه حيت كيشوفوه كيدافع غير على كل. جورج من بعد ما مشى وخلاهم حيت هادو مصحاب ما والو بالنسبه ليه حيت حكارين، وهما بقاو يقلبوا على الكلب وسط الغابه. فرقوا ضوان سمع صوت وبدا كيطلع مع الصهر، ولقى الكلب كياكل في شي فريسه. ضوان مني شافو تخلع مزيان وجمد من الخلعه. شويه بدا كيجري، ملي تلفت لقى الكلب تابعو وبقى كيطير حتى تزلق من الفوق ديال الجبل. صحابو كاع ما لقاوه وظنوا مشاو خلاهم ورجعوا لديورهم. اما الكلب الجاهل بقى كيشم الريحه ديال الكلب. وبوا سولو علاش تاخرتي، جاوبو قال لهم شنو وقع، وقال لهم صحابي بغاو يمحيو واحد الكلب ما دار ليهم والو وبغاو يتعداو عليه. امو تصدمت ملي عرفت انهم كانوا هازين معاهم بندقيه، وقالت ليه مزيانه ولدي ديما احكي لي اي حاجه. صافي مشاو كلهم يرقدوا. في الليل الكلبه بدات تنبح ولكن ما عطاوهاش اهتمام. الكلب ديال المصنع وصل قدام الدار ودخل وتلاقى مع الكلبه، ومن بعد كلا ليها عقلها ومشات معاه. في النهار الثاني البوليس لقاو ضوان ميت في الغابه، والعائله ديال جورج اكتشفوا ان كلبتهم اختفات وبداو كيقلبوا عليها. جورج سمع الخبر اللي وقع لضوان وبقى فيه الحال، وقال لماماه ما كانش خاصني نمشي ونخليهم. امو قالت ليه متلومش راسك هادشي قسمه تاع الله. دازت شويه ديال الوقت والكلبه مازال غابره وهي في المصنع كتعيش الحياه مع الكلب اللي بقى تما. الكلب مشى يقلب على الماكله، وفي هذا الوقت رجعت الفرقه المتخصصه للمصنع باش يشوفوا واش باقيه الاشعاعات. الكلبه شافتهم وهربات، ومن رجع الكلب كاع ما لقاها وبقى تابع ريحتها. جورج واختو كانوا كيلعبوا الباسكيت، سمعوا شي صوت وتبعوا الصوت حتى لقاو الكلبه كتولد ولكن ماتت. بعد ما جابت جوج كلاب اخرين دفنوها وربوا وليداتها. والكلب الكبير كان كيشوفهم من بعيد كل نهار حتى كبروا الكلاب. واحد النهار جات جارتهم جديده وسولات جورج اللي كان كينقي في الحديقه ديالهم، وقالت ليه بغيتك تنقي لي الجرده ونخلصك مزيان. جورج قال لها مرحبا. من بعد ملي جورج دخل للدار لقى واحد من الجراوه جعر، وباين جورج ويهجم عليه داك الكلب ولكن ولدو فكو منه، وكان اول مره يهجم فيها على شي حد. من بعد الكلب تهدن ورجع كيف كان وبدا كيلعب مع جورج. مشاو بيه عند البيطاري والكلب جاهل تابعوه. البيطاري قال لهم غيبات الكلب هنايا باش نديروا ليه فحوصات. الكلب الجاهل فاش عرف ولدو حابسينه تما دخل العياده وشاف الطبيب كياخذ دم من جرو. هو ينقز عليه حيت ظن انه كيأذيه. الطبيب بدا كيغوت ولكن حتى حد ما سمعوه، وهو يقتلوا الكلب وما رحموش. الكلب شد ولدو وخباه في المصنع المهجور. في النهار الموالي مشات مامات جورج للعياده ولقات البوليس مطوق المكان، وتصدمت ملي عرفت الطبيب تقتل. جا عندها الطبيب الشرعي وقال لها انا شاك في كلبكم حيت هو اللي هرب، ومن الافضل ما تدخلوش الكلب الثاني للدار. ماما جورج كاع ما سمعات ديال الهضره ودات الكلب معاها. اما جورج مشى عند الجاره جديده ولقى عندها بزاف ديال الحيوانات وعرف انها متخصصه في علم الحيوانات. حكى ليها شنو وقع وطلب منها تعاونهم يفهموا علاش تبدل السلوك ديال الكلب ديالهم. قالت ليه مرحبا ومشات معاه تشوف الجثه ديال الطبيب، وقالت ليه العضه اللي في الجثه ماشي ديال كلب عادي. فاش رجعوا قالت ليه عاود لي على كلبكم كثر. جاوبها قال ليها راه حاول يعض بابا والتصرفات ديالو تبدلات من بدا كيسمع واحد النباح اللي غريب. هي قالت ليه حتى انا كنسمع نفس النباح جاي من الغابه اللي حدا المصنع. من وصلوا قلبات الجاره اللعاب ديال الجثه ودارت التحاليل وقات انها ماشي ديال اللعاب ديال كلب عادي، وبدا الشك عندها ان الكلب الكبير تشبع بالاشاعات وتحول لوحش. الغد باين جورج كان كيتسارى هو وبنته في الغابه ومعاهم الكلب. حتى شم هذا الكلب الريحه فيتشامها وهرب. البنت تبعاته وبقات تتغوت عليه حتى خرج ليها الكلب المجعور. البنت تجمدات في بلاصتها حتى جا كلبها ووقف قدامها باش يحميها، وبواها جا حتى هو وشعل واحد الجهاز كيصدر صوت كيبعد الكلاب. الكلب الكبير سمع الصوت وهرب. ومن بعد البنت حكات لخوها على اللي وقع وقالت ليه خرج لينا كلب غريب وكان عيهجم عليا. جورج قرر ما يبقاش ساكت ومشى عند الجاره وقال لها خاصنا نشدو هذا الكلب المجهول اللي تنسمعوا اصوات ديالو بالليل. الجاره عجبها الحال وجبدت السلاح ديال التنويم وقالت ليهم نمشي انا وانت وكلبكم ونتبعوا الاثار ديال الكلب. مشاو للغابه وبقاو تابعين الكلب حتى لقاو الكلب الاخر اللي كان هارب، ولكن
هذا الاخير بدا كيهجم عليهم. جورج ما فهم والو والجاره بدات تتير عليه، ولكن الرصاص كاع ما جا فيه حيت خوتنا حاول. الكلب هجم على جورج والجاره بدات تضرب فيه باش تبعدوا عليه، ولكن تبدل الراي تاعو وهجم عليها هي. جورج شافها في خطر وخرج البندقيه وتير على الكلب وطاح ميت. من بعد شاف كلبه ميت وبقى فيه الحال، وجارته مشات بجورج للسبيطار حيت تجرح. الكلب المجعور جا ولقى ولده ميت وتك حداه حيت بقى فيه ولده. وبين جورج مشى عند ولده للطبيب وقال له يلاه كنتي غادي تقتلي لي ولدي، ولكن جورج كذب عليه وقال ليه ما كانتش عارفه والو، غير تلاقينا في الطريق وهجم علينا الكلب. الجاره حضرتهم وقالت لهم راه باقي كلب كبير في الغابه هو اللي قتل الطبيب، خاصنا نردوا البال. ومشات للغابه البلاصه اللي طاح فيها الكلب، ولكن لقاتو مدفون وما فهمت والو. في الليل ماما جورج واختو كانوا بوحدهم في الدار، ماما دايره الموسيقى بصوت عالي واختو ناعسه. دخل الكلب الكبير للدار وبدا كيقلب على ولادو وشم ريحتهم في المخاد ومشى شرقهم كاملين. مشى لبيت البنت وشافها ناعسه ولكن ما دار ليها والو حيت كان عقل عليها لعبات مع ولادو. الام سمعت شي صوت غريب وحيدت ليكي وحسات بشي صوت، وبالصدفه جورج وبوه كانوا راجعين من السبيطار وهي حست بشي حاجه داخله لدارها. وشويه خرج ليها الكلب، ولكن ملي شاف العائله كامله ناض هرب من الشرجم. خافوا بزاف العائله ديال جورج ومشاو عند الجاره، قالت ليهم اللي هجم عليكم هو بوي الكلاب ديالكم وبغى ياخذهم معاه وخاصني شويه ديال الوقت لقى لكم حل. الغد رجعوا للدار، ولكن الكلب الكبير بان من جديد وعيط على ولده. ملي جا عنده شدوه وحبسوه حيت عارفوا غادي يحبس ليه في طريقه وما غادي يخليه يدير والو. البنت خرجت ولقاتو قدامها شدها وجرها. بوها وامها شافوا بنتهم غبرات ولقاو الكلب محبوس ومشاو عند الجاره تعاونهم. قالت لهم هذا الكلب مشى ليه ولده وواحد من الجراوه ما بغاش يعيش معاه، دا بنتكم باش يهددكم حيت هو الذكاء عنده طالع مار. مشى الكلب للمصنع مع البنت، وهنا العائله قررت دير خطه وتفرقوا. والام والجاره مشاو في طوموبيل وجورج وبوه تبعوا الاثار. الجاره دخلت المصنع هي والام وكانوا مسلحين، وتفرقات هي والام ديال جورج. الجاره تلاقات مع الكلب وبدات تتير عليه ولكن ما غاديش يخليها وغادي يهجم عليها. هربت طاح ليها السلاح وتخبات في القادوس، ولكن شدها من رجلها وبدا يجر فيها حتى هربت ليه مره اخرى. مين جورج سمعت شي صوت وجبدت السلاح حتى بان ليها غير كلبهم، فرحات به وتبعاتو باش يوريها في كاين البنت عن طريق الريحه. ولقاو بوه وبداو مكبتينها بيناتهم وبدات المعركه ما بيناتهم. البنت فاقت وسمعت الام كتناديها، ولكن الكلب الكبير غلب على ولده وكان غادي ينتقم منهم. ملي شاف جورج وبوه جايين طيح عليهم مجموعه ديال البرامل، ولكن بوه جورج دفع ولده وهو اللي شد الضربه وطاح فاقد الوعي. وماما جورج لقات بنتها وتجمعوا مع الجاره ومشاو يتخبعوا، ولكن الكلب لقاهم وهجم عليهم. الجاره بدات تتيري فيه ولكن هربوا ليه. تلاقاو مع بوين جورج وعيبغيو يهربوا ولكن هو ما بغاش يتفاكى معاهم، وهنايا تيرات فيه وهنايا عاودت تيرات فيه وهرب. والبنت كان غادي يطيح عليها واحد الحديده، ولكن الكلب رجع وعتقها والحديده طاحت عليه ومات. البنت كانت حداه بدات تبكي وقالت له شكرا حيت عتقتيني. وولد الكلب جا حتى هو وبان بحال كيطلب السماحه من بوه حيت كاع ما قدر يعيش معاه. دفنوا الكلب الكبير حدا الام ديال الجراوه وبقاو عايشين مع الكلب اللي بقى عندهم. وهنا غادي يكون سال الفيلم ديالنا. ما تنساوش تشاركوا معايا الاراء ديالكم في هاد الافلام اللي كنلخصهم، وقولوا لي الافكار ولا الانواع تاع الافلام اللي بغيتوني نبقى نلخصهم عليكم. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشاركوا في القناه، هادشي كيعاونني بزاف. وتهلاو في راسكم. يبدا الفيلم ديالنا بهذا الراجل طالع في الاسانسور، يبان انها كتفرشخ في شي دراري شدوها وخداوها معاهم، بمعنى اخر انهم خطفوها. سولوا على السبيطار اين هو كاع ما بغى يقول ليه، ويهز عليه الفردي ويقول له واش باقي في الراي تاعك ولا لا. وهنا غادي يضربوا به وغادي يشبعوا فيه ضرب بجوج بالسلاح وتيرا فيه وغادي يطيح في الماء.